وينك من زمان؟ ما أسمح لك تحاكيني كذي، كلش ما أسمح لك. منو جاينه؟ هالحزة تطردني يا فهد من بيتي؟ أنا من بيتي تطردني شلون؟ انا ما طردتك ولا شيء، جالسين احنا. اهلا وسهلا ladies and gentlemen، فهد سال in the house. اليوم عندنا حلقة عظيمة جدا مع ضيفة عظيمة جدا، وحلقة راح تكون عظيمة جدا. ممثلة، مغنية، مبدعة، نامزح. تمزح ايش؟ وانا مبسوطة، ايش اللي تمزح؟ شكرا على المقدمة. اوكي. اليوم حنتكلم عن الافلام، وش شفنا وش ما شفنا، كيف بدأت الافلام معنا من طفولتنا، وحتكون حلقة طبعا فيها اسئلة كثيرة واشياء ما اعرفها عن اسيل، بنت اللي رفضتني قبل 3 سنين لاسباب. اليوم رايحين نعرف ايش الاسباب اللي كانت بالضبط واللي خلت اسيل ترفض فهد سال. ليديز اند جنتلمان، ما نطول عليكم. خير، قبل ما نبدا هذه الحلقه العظيمه لا تنسوا تشتركوا في القناه، لايكات وتعليقاتكم في مكان التعليقات، واستمتعوا and let's get started. ويرحبوا باسيل عمران. اسيل، كيف حالك؟ شكرا فهد، اول شيء شكرا على المقدمة الحلوة كثير. اوكي اسيل، اليوم راح نتكلم موفيز، حنتكلم انيميشن، حنتكلم افلام كرتون، حنتكلم على ايش جوك وجوي. طبعا انا في معتقدي انه انا وانتي مره من مختلفين تماما اعتقد من الاشياء اللي نشوفها سواء في التلفزيون، في نتفليكس، في اي منصه افلام. في البدايه ابغى اعرف وانت صغير ايش كنت تشوفي؟ انا بالنسبه لي سبيس تون، بالنسبه ليكي نفس الشيء تقريبا. ايش كنت تشوفي في سبيس تون؟ يعني افلام ديزني كان لها مكانة خاصة، الكلاسيك. ديزني، اوكي. توي ستوري، مولان، ايش كمان في اللي كنت كثير احبه؟ بوكاهانتس. بعدين في القسم الثاني من الكرتونز اللي كانوا اللي هم مش ديزني، اللي يمكن تربينا عليهم غالبا اللي بجيلي. ما حقول انه انا كثير كبيره، بس قصدي يعني تعودنا شفناهم واحنا بعمرنا، اللي هي ليدي اوسكار. هذا الكرتون ما كان للاطفال كثير، يعني هو اوكي كرتون اطفال، بس القصه كانت قصه عميقه، وكان يتكلم عن الحقبة الزمنية ماري أنطوانيت فرنسا. فكان تحس إنه العمل ما هو عمل للأطفال، بس كان في رسالة بالعمل وأثرت فيني كثير، هي اللي خلتني كذا في بالي إنه أسيل لما تكبري تبغى تكوني هذه الإنسانة القوية، اوكي، اللي الناس تعتمد عليها، هي ما تعتمد على أحد. هي انولدت، اتذكر ابوها كان يبغاها ولد وانولدت بنت، فرباها على اساس انه هي ولد، فكانت تف، وكانت الامور اللي باك ذن للاسف. لا هي كانت كانت ولد؟ لا هي مش كانت ولد، هي كانت بنت وتربت ولد هي بنت. الاب ابوها كان يبغاها ولد، يعني هو كان يستنى انه يجي ولد، جت له بنت. لا تفهم غلط ودينا كنت احسب كل هذه الافلام الكرتون نازله بالعربي، ما دريت انها اعمال يابانيه. لا، كنت تعرف انها اعمال يابانيه وانت صغير؟ لا ما كان في اصلا، في مخي ما كان يستوعب انه هذا العمل من وين جاي. كنت اشاهد على اساس انه مجرد عمل حلو وانتهى الموضوع. ومتى عرفت انه هذه الاعمال مدبلجه او في ممثلين واصوات لا يعني عرفت من بعد، لا انا دخلت المجال التمثيل بدري من عمر صغير، ويمكن كم كان عمرك؟ يعني بدأ غرامي بالتمثيل في 2005 بنفس الوقت اللي دخلت فيه برنامج نجم الخليج. يعني شاركت كمواهب غنائية، كان البرنامج شاركت عشان أغني، بس أنا كانت عيني على التمثيل وعلى الدراما، بس الوالد كان رافض بحكم إنه عمري صغير، قال لي خلصي المدرسة أول. رحت هربت من وراه وشاركت ببرنامج غنائي، فيعني كنت حطلع على الكاميرا، يعني حطلع على الكاميرا. اوكي. وعلى فكرة اللي فتح عيني على الأفلام واللي خلاني أتمنى إنه أنا أمثل ديزني. وكان لسه لين فترة بسيطة كان عندي أمل إنه إحنا نبدأ في يوم من الأيام ننتج أفلام كرتون كذا. ما ينفع نتكلم على الماضي والسبيس تون وماركو وموروكو وإلين نسمع منك الأغاني. أبغى أسمعك تغني. على فكرة هي مو أغاني طربية يعني، فأنت محسسني بغني شيء طربي، بغني أغاني كرتون. بس إذا حافظها يعني كذا شيء صغير. في ريمي مررت بخاطري فكرة
عبرتي ضلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعتيها، أفينا البعد أم فيها؟ نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل. ريمي ده الصف. ريمي clap ريمي. everybody clap. ليه ترى كلها ريمي، مو مغنية موال أم كلثوم. شكرا يا جماعة. أوفر. أوكي. أرجوك يا عمّا، أنا في حاجة إليك، كيف ستتركني وحدي؟ أتوقع ما في أنا حد أعرف ما ريمي، شافه أعرف وبكى ريمي. عليه. عهد الأصدقاء، أحد الأصدقاء، أنا وأخي، yeah. سالي، اوكي. صاحب الظل الطويل، جودي أباد. incredible والله رجعتيني ماروكو. ورا لحظة ماضي. لازم أنت الكورال خليني أذكرها كيف أذكرها. عيب. اوكي. ماروكو ماروكو ماروكو، اسمي ماروكو الصغيرة، أهلا بكم يا أصدقاء. ماروكو ماروكو، قصصي يا أحباب مثيرة، وبكم يحلو اللقاء. شفتي ماروكو. اوكي. ايش عجبك فيه وانت صغيره؟ أوه لا لسه أحبه. انا لليوم. كلمت اخواني، كلمت الشباب اللي في العيله، ما حد شافه الا البنات فقط. لا احنا شباب كلنا شفناه. ما اول مره يعني ما شفته كثير. لا. ما تعرف ألا أقول الحقيقة؟ ما تعرف؟ لا. ألا أقول الحقيقة؟ هو بحسه كان شيء عميق بالنسبه لي. هو مو كثير عميق، بس هو كقصة كان كوميدي. وفي أشياء تضحك كثير وفيري لايت العمل، وأتوقع تعلقنا فيه إحنا البيت كلنا على فكرة، بنات وشباب نتابع. بس لما أنا قلت أنمي كان أول شيء أنت تذكرتيه. في عدد من المفاجآت بالنسبة لي بما يخص هذا المسلسل ماروكو؟ العظيم حقك ماروكو. أيوة طبعا. شكرا. أنت اللي شفتيه تتوقع الجزء الأول. في جزء ثاني بالياباني الدبلج عربي؟ الدبلج عربي. لحظة بنفس الأصوات؟ بنفس الأصوات. واو. والكاركتر الرئيسي ماروكو اللي هو بصوت إيمان هايل. نفس البنت اللي هي نفسها. اتوقع على فكره هي اللي عامل الناس اللي كانوا متابعين ماروكو حينبسطوا كثير لانه احنا متعلقين فيه بالعربي اكثر. المفاجاه الثانيه انه حيسووا فيلم. ايش؟ الحين حنوريك كليب حصري فقط في ذا البرنامج. اوكي. حنشوف الكليب وبعدين حاعطيك كمان مفاجاه ثالثه. ماشي. because you're nice because I like you. شكرا. نشوف الكليب. حسناً، من يستطيع حل هذه؟ أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. جيد. الكثير منا يرفعون أيديهم، لذلك لن يتم اختياري. إذا رفعت يدي على الأقل سأبدو نشيطة. حسناً، هيا ماروكو جربي. حسناً، هيا فلتجربي. نعم. كيف يجرؤ على اختياري وهو متأكد أنني لا أعرف الجواب؟ بس وين باقي؟ انتهى الكليب. خلص. هذا هو الكليب الحصري يعني بماروكو. في نفس الوقت المفاجأة العظمى ايوه انه ماروكو عندنا في الاستديو. ماروكو موجود عندنا في الاستديو. Ladies and gentlemen، الآن راح تتكلمي مع الممثلة إيمان هايل هنا الآن في الاستديو. إيمان. من جد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا فيكم. مرحبا أهلاً أستاذة وسهلاً. إيمان. تسمعينا كويس؟ أنا سامعتكم. مرحبا. أهلا وسهلا. أول شيء لازم أقول لك إنه أنا من المحبين والمعجبين والمغرمين فيكي. يا حبيبتي أشكرك، أنا كثير سعيدة إني أنا أكون متواجدة معكم هلا. والله وإحنا أسعد. يعني أنا كنت جالسة أكلم فهد وأقول له على تاريخ طفولتنا معاكي في ماروكو، في سالي، في صاحب الظل الطويل جودي أباد، فأنت يعني عشتي معنا طفولتنا. حبيبتي، وأنا سعيدة بهذا الشعور الحلو الجميل اللي أنا عم بتلقاه من كل الأطفال والشباب زيكم اللي ربيوا على أصواتنا أيام زمان. بس إن شاء الله في عودة. أستاذة إيمان أنا آسفة، يعني أنا كثير تحمست لدرجة أخذت الأسئلة كلها من فهد. ففهد إذا عندك شيء حاب تستفسر عنه قبلي ولا أنا أسأل ممكن؟ والله شوف، هو عمل أسئلة مرتبطة بالعمل بشكل كبير جدا. فلو تعطينا عينة أو تعطينا عينة من الأصوات
حتى أسيل تستمتع بهذه الأصوات. من ماروكو. أحبائي في كل مكان، اشتقت إليكم كثيرا. هل تعرفون من أنا؟ أنا اسمي ماروكو، وسوف أكون معكم قريبا في جزء جديد من ماروكو الصغيرة. الله يسعدك أستاذة إيمان، وإحنا بكل حماس جالسين نستنى. بس سؤال، إيش إحساسك بعد كل هذه السنين في الرجعة في الجزء الثاني؟ الحقيقة تفاجأت إنه حنعمل جزء ثاني من ماروكو، وهاي الشخصية كثير قريبة لقلبي وقريبة لقلب الأطفال. بصراحة ماروكو شخصية كثير شبيهة لطفلنا ولطفلتنا. تتميز بأنه كل طفلة أو طفل في البيت لازم يعمل هاي التصرفات اللي بتقوم فيها ماروكو: الخيال الجامح، المبادرة، المتطلبات، حتى الشجار مع أهلها. كل شيء ممكن يتصرفه أي طفل رح تلاقيه موجود في ماروكو. هالإنسان المرحة الخيالية المشاغبة اللي ما بتحبش تدرس، لكن تكتشف إنه ما عم تدرس ما رح تنجح، دائما تصدم بأحلامها وبواقعها وبتفكيرها. فأكيد طفلة كتير قريبة لإلي وللأطفال وللجمهور. جد ماروكو كتير بتشكل عندي عنصر حلو. أنا كتير انبسطت إنه كان في جزء تاني، وتقريبا بنفس الشخصيات، مش كلهم بس بنفس الشخصيات اللي اشتركت في العمل الأول، الجزء الأول. احنا كثير سعيدين أستاذة إيمان اليوم إن احنا تواصلنا معاكي. أنت رائعة وجميلة، ودخلتي بيت يمكن كل بيت من بيوتنا، وكبرنا على صوتك، ويا رب يعطيكي طولة العمر والصحة دايما. يخليكم يا رب، وأنا مستمرة معكم ولسه عم نشتغل إن شاء الله للأطفال، لأني بحبهم كتير، وإن شاء الله تتقدم أعمال كمان بنفس الجودة ونفس المستوى إن شاء الله. إذا بس أستاذة إيمان الله يخليكي لا تقولي بس الأطفال، لأنه أنا جالسة أتابع العمل ولسه حتابع الجزء الثاني، فقولي الكبار والأطفال. أستاذة إيمان، قبل ما تروحي عندي سؤال. هل الآن الكبار برضو يقدروا يستمتعوا بالعمل؟ أكيد. هو أصلاً العمل، أعمال الأطفال هي أعمال للأسرة جميعها، وأنا بفضل إنه الأم والأب إنه يشتركوا مع أطفالهم. وهذه لاحظتها من خلال جولاتي بأكثر من قطر عربي، إنه الأهل هم اللي عم يشجعوا أطفالهم إنهم يشوفوا الأعمال القديمة خاصة، أو الأعمال الهامة، لأنها فعلاً كانت أعمال إنسانية، أعمال عالمية، قصص حقيقية في بعضها. فكان كثير الأهل حالياً عم بيشجعوا أطفالهم إنهم يرجعوا للزمن اللي بتقولوا عنه الزمن الجميل، وفعلاً هو زمن ثمين وقيم. وإن شاء الله يكون في أعمال أخرى للعائلة كاملة إن شاء الله. أستاذة إيمان، شكراً على اتصالك، وشكراً على مفاجأتك لأسيل. أنا سعيدة وفخورة فيكم وبرنامجكم، بحييكم جميعاً وبهديكم كل القبولات الحلوة وبعيداً عن كورونا. وبتمنى لكم كل الخير ولكل الشعوب العربية إنها تطلع من هذه الأزمة اللي إحنا موجودين فيها، مشان نشوف بعض مرة تانية عن قرب. تحياتي. شكراً. تحيات، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً. لا أنت تعرف إيش؟ إيش كأنك بتبكي؟ لا أنت ما عندك فكرة، على فكرة إنك ترجع لذكريات الطفولة والحنين لما كنت صغير، والبيت والأهل كذا يعور القلب، خصوصاً إنه إحنا بعاد عن أهلنا، فلا تقولي إنك ما تحس فيها. لا، إذا سمعت مثلاً أنا وأخي أسمع الأغاني أربطها بذكريات معينة. طيب غني لي أنا وأخي، أنا مو حافظتها، حافظها؟ صوتك حلو. أنا وأخي شوق يجمعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. أنا أفضل الأعمال هذه بالياباني. المفروض تبكي بس أنا تضحك. بس شفت لك قلبي. فهد خلاص. طيب أسيل، أنا أحب الأنمي لعمق القصة، لعنف الفايتات، أحب الجروسم أنمي اللي فيها شوية دم. الأنميات الدموية.
اوصيك تتفرجي على انمي مم. مو بس فيه له الاشياء اللي انت تكلمتي عليها مم. كركيزه اساسيه في العمل، بس في قصة. القصه اوكي اول ما نخلص ترجعي للبيت تتفرجي وتشوفيهم. اتاك اون تايتن، اوكي هجوم العمالقه بيقولوا هنا بالعربي. اوكي 外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。私には夢があります俺のすべきことは戦士として最後まで責任を果たすことだ مجموعه بشر في قلعه محجوزين على اساس ان هم الوحيدين اللي باقيين في الكوكب الارضي، وباقي البشريه انقرضت. فياكلوا بعض طيب ما ياكلوا بعض بس يضربوا انه بعض؟ بيتعاملوا مع العمالقه. يقتلوا بعض فيها قتال، فيها القصه راح توريك من البدايه كيف البشريه قاعده تعيش بالظروف اللي هم فيها، كيف ياكلوا، كيف يزرعوا. في كثير افلام كيف؟ كذا كانت او ذس سبيشال. اوكي خلاص واحده من promise. الانميات انا متاكد مليار في المية اذا انت فاضي ما انت مشغوله حتتفرج الحلقه الاولى حتخلص 22 حلقه. اوه It is that good. مره جيد. In fact تابعت اتجرأ سبونج بوب؟ سبونج بوب. نعم. أسيل احنا كنا هنا، انت نزلتينا هنا. بس كثير بحبه، ما اعرف ليش جا في بالي. هل لديك بعض الصمغ لأنني ممزق؟ فاللي ما يحبوا الانمي اوصيهم يبداوا بهجوم العمالقه. طيب قصه معاناه البشر في السرفايفل، هم الباقيين حجزوا نفسهم في قلعه، والقلعه قسموها ل3 اقسام، ومشي على نفس نظام البشريه اللي هم الهاي كلاس والاثرياء واللي عندهم اسامي. والان شغالين على فيلم حينزل قريب اللي هو لخصوا 3 مواسم وراح ينزل في السينما كفيلم واحد. انت مغرم جدا. وفي كمان الموسم الجديد راح ينزل، حيكون شيء عظيم. لو تدخل في اليوتيوب عليه يمكن 30-40 مليون، يعني الناس مستنين العمل هذا. طيب راح اشوفه، حمسني من جد. ايش فيلمك المفضل اوه وليش؟ في كثير افلام. لا اختار فيلم. طيب احب لا في افلام كثير، ما تقدر تقول هو لممثل انت اختار زي فيلم والله واحد. نشبه بعض كثير. انا ما لا. اقدر اعطي فيلم واحد بس لا اوكي. لا ما في فيلم واحد، يعني كل فيلم كذا له تجربه مختلفه. اوكي انا متحمس. في ايش هو ذا الفيلم؟ Illusionist، تذكروا؟ ما اعرف ليه، واحد من الافلام اللي انا كثير احبها. في حد يتذكر؟ Illusionist؟ يا اوكي شافوا الشباب. في لا I ما think، اعرف. اوكي جايز ساعدوني بهذه. في Shape of Water I guess. فكرة الفيلم انه The Shape of Water من الافلام اللي صعب تشرح القصه في ملخص. طيب لانه القصه فكرة عميقة، عامة. يعني فيها تعرف لما تشرح القصه بشكل عام تقول وش يعني، بس هي فيها مسجات كثير، فيها رسائل كثير. اولا استمتعوا جدا وانتم تشاهدوا الفيلم. شوف انا احترم الافلام اللي يخلقوا كائن ما هو موجود في الحياه البشريه، كائن مو موجود زي اي واحده من الافلام اللي فيها كائنات غريبه، بس هذا الكائن تتعاطف معه كانه انسان. ففي Shape of Water كان المخلوق اللي موجود بالفيلم في تعاطف غريب وفي تواصل غريب بينه وبين الممثله العظيمه سالي هوكنز اللي اخذت الدور الرئيسي، لدرجه انه انا شكيت انه هي فعلا من الصم والبكم، بس هي لا، هي تعلمت لغه الاشاره وكان ادائها التمثيلي رائع. وعلى فكره راح اتطرق لشيء مو موجود ما تكلمنا عنه. طيب بس فيلم واحد. في فيلم هندي ادري ما تكلمنا، بس هذا من افلامي المفضله، اسمه بلاك. نزل قريب بعيد؟ قديم. وعلى فكره الناس اللي ما يحبوا الافلام اللي فيها اغاني والرقص، لانه الافلام الهنديه مشهوره بالاستعراض، فيلم بلاك ما فيه ولا اغنيه ولا استعراض، هو مجرد قصه رائعه. فكره الفيلم أميتاب هو مدرب يتعرف على طفلة انولدت أهلها مو عارفين يتعاملوا معاها لأنه ما بتشوف وما تتكلم، ما تسمع، الحياة عندها بلاك، عشان كذا القصة اسمها بلاك. هذا المدرب يعلمها كيف تتعامل مع كل شيء بالحياة وتعيش لحالها وتكبر وهي إنسان الحياة بالنسبة لها بلاك. فيلم عظيم. Someone new, a new body. أفلام عربية. كفر نحوم. إيش كفر نحوم؟ أتوقع في كثير عالم شافوه، خصوصاً إنه الحين صار موجود على نتفليكس. أنا لأنه شفت الفيلم، شفته ما قدرت أكمله. هل كان كقصة وتسلسل أحداث
Was it interesting؟ انا اتوقع انه انا هو حسيته صعب شوف، جدا أنا للمتابعه. من المغرمين Yeah. بالمخرجة نادين. طيب بس أتوقع إنه هذا الفيلم أخذ ستايل أكثر كأنه دوكيومنتري، كأنه قاعد كأنه حسيت إنه أخذ ستايل ما كأنه فيلم، كأنه الكاميرا جالسة تلحق لهذا الولد الصغير وتشوفه كيف أيوة عايش حياته. نعم. بس اللي ما شافه لازم يشوفه، لأنه هو to me بالنسبة لي هو واحد من الأفلام You know لازم what؟ رح أرجع أكمل وأتفرجه ثاني مرة. شوفوا بنظرة ثانية، نظرة دوكيومنتري مش أتفرجه ثاني مرة. المسلسل أنت عملتيه يعتبر ماستر بيس جيد، تقدر تقولي هذا المسلسل؟ شوف عندي عملين أنا أفتخر فيهم أيوه. كأداء تمثيلي، اللي هم قد لا يكون إنه أنا قصدي العمل ككل متكامل، ولكن أنا أتكلم عني كتمثيل. اللي هم أكون أولى أو أكون أولى. أول أوكي. عمل اشتغلته مع المخرج علي. غرابيب سود. أوكي. يعني لا تقولي ما شفته، تنتقد كل أنت الأعمال تعرفين الخليجية والعربية، شاهد هذا العمل. أنا لأكون صريح، أنا ما شفت أعمال خليجية، عندي هذا الرأي، بس في نفس الوقت ما بكون متحجر، لأنه ممكن يكون في عمل خليجي ممتاز. أنا استغربت إنك ما شفته، لأنه مو لأنه غرورا، والله ما أتكلم عن نفسي، بس لأنه أنت من الناس اللي تشوف الأعمال اللي تكون مثلا تاخذ صدى كبير، صح؟ كيف ما شفت غرابيب سود؟ الناس ما يقترحوا سوداوي العمل، الناس ما يقترحوا. قد اقترحت انت، قلتي للناس انه هذا عمل جيد شوفوه. استحي، احس انه ما يقترحوا حتى القنوات اللي تتكلم عن افلام بشكل عام. ايش يمتعك؟ ايش اللي يعطيك التنشيط هذا اللي يخليك تطلعي وتحكي ابوك وامك وانه الفيلم ده اللي يخليني اتحمس بالفيلم؟ اوكي، في اكثر من نوع من انواع الافلام. احب افلام اللي فيها تحقيق وجرائم قتل زي شارلوك هولمز، زي CSI، زي هذه الافلام. احب الاشياء اللي فيها تحليل والغاز، احب كثير الالغاز، زي افلام دان براون، الكاتب دان براون اللي عمل دافنشي كود، انجلز اند ديمون. واحب افلام الرعب بس بشرط ما اكون لحالي، وما اكون اضمن انه هذه الليله انا ما راح انام لحالي، روح عند لجين. شفتي كيف مختلفين؟ انا ما اطيق افلام الرعب الا اذا كانت كويسه، زي مثلا سو. لا سوري لا عظيم بالنسبه، لا. دموي، اتس كريزي، رهيب. انت اللي كريزي. سو مش فيلم رعب. كثير افلام رعب سيئه جدا كثير. شوف هذه الافلام اصعب جنر ترى على فكره. سايكو، هذه سايكو مش رعب، يعني هذه ما تخوفك، هذه تخليك تقرف. وما اعرف وين المتعه انه واحد يشوف واحد يقص يده. طيب يا سايكو. بس هذه فكرة من السينما، رايت؟ لا يعني نو انت ما تروحي تنشطي مخك وتطلعي من صالة السينما. انشط بدم واحد يقص يده. قلت لك في صياغ، يعني هو ما بيقطع كده، هو في سبب ليش وصل للجريمة. انت شو كذا في حد مقتنع بكلامك غيرك؟ لا كلهم. لا سو ما هو سكاري موفي. لا مقرف. اكزاكتلي فيلم مقرف. شوف البنات يقولوا مقرف، الشباب يقولوا جيد. حتى الشباب قالوا نفس سو ممتاز ولا؟ فهد شوف سايكو. ما هو لازم نطلعك يا أسيل من نمطية البرمجناك انك بنت. لا لازم ندخلك عالم شوف موضوع انه الرجل اللي انا اشوف هذه الفكرة تنرفزني، لا تخليني افتح موضوع ثاني. الرجل اللي يرفض يشوف طفل ينذبح قدامه بتقول لي هذا مو رجال؟ احنا نتكلم على فيلم بيعطينا الصياغ معين. لا انا سألتك يعني سؤال. هو سألتك عشان افهم التفكير، لانه هذا كان المنطق. سو الرجال اللي ما بس كذا لقطه كذا تقطيع، ما ايش الفائده يعني؟ بس انه القصه مثلا وانت ما جاوبت سؤالي. اذا رجل يرفض يشوف طفل يقول لا ما له دخل، لا ما له دخل في الرجوله، ما له دخل انه انا احب اشوفه او لا. هذه مشاهد للاسف عيننا من كثر ما تعودت في الافلام عليها صار. حتى لما نشوف الاخبار نشوف انه هي شيء عادي. انت ما يعجبك سو؟ لا ومستفز والله انا وانت عاد خلاص ما حنقدر نتزوج على كذا، خلاص اتس جيم اوفر. I see the memes already. ايوه يعني انت اللي افهمه منك ما تحبي العنف في الافلام، بس تحبي السكاري. ما عندي مشكله لدرجه معينه، بس هذا مش عنف. ان انا استمتع واشوف واحد يقص يده ولا يقص يد احد ثاني، معناته في اضطراب في مخي، وغالبا في اضطراب في مخك غالبا. انترستينج. يعني طيب ايش افلام الرعب اللي تحبيها؟ مثلا ايش اسمه ذا رينج،
ذا جراج، أكرهها كثير هذه البنت ومشاعر، كانوا يشبهوني فيها وأنا صغيرة إخواني عشان كذا أكرهها، كان شعري طويل وأسود ويقولوا لي تشبهيها. أكثر الأفلام المرعبة اللي فيها أطفال، ما أدري ليش يخوفوني يا أخي. كان في هذا الولد تذكروا الصغير اللي عند الدرج فوق، الأطفال يخوفوني يا أخي لما يدخلون في الرعب. ايش فيلم رعب اتذكر؟ بس ايش أميرة الفيلم اللي تخوف. فيه له تشاؤم نزل منه 5 أجزاء ودائما كذا مجموعة شباب وبنات وبعدين يموت فاينل واحد. ديستنيشن. فاينل ديستنيشن ديستنيشن ما هو مش رعب، يعني يخوف بس مو يخوف. يعني أنا دحين لا نتكلم مع أسيل، أنا فاهم الجانر حقت الرعب غلط. طب هذه ايش تعتبر تصنف؟ كل واحد اللي شوف كل واحد فينا يخوفه شيء غير، أنا متأكدة كل واحد فينا كبشر في شيء يخوفه غير عن الثاني. أنا ممكن يخوفني شيء أنت ما يخوفك. إيش الفوبيا عندك من إيش؟ المرتفعات العالية، الطيارات، هذه رعب بالنسبة لك صح؟ تخوف يعني تخوف. إيه. أنا بالنسبة لي لا عادي، سويت مثلا سكاي دايفنج مرتين عادي. اوه لا انا هيل نو. بس مثلا الظلمة أخاف من الظلام، في ناس يقول لك أنا ما أخاف من الظلام. اوه اي لاف الظلام، عشان كذا انا وباتمان لو احنا اصحاب ويل جيت along. احب الدارك. It's like الجابري. اوكي طيب في عمل نزل الان في نتفلكس اسمه اوفر ذا مون ولا أو فوق القمر، أو فوق القمر. بس كرتون كثير حلو. اوكي انت عارف الشخص اللي ورا العمل؟ شوف أنا أول شيء حقول لك شيء شفته بالمصري عشان أوكي. الناس اللي يحبوا الأفلام الكرتون اللي تدبلج بالمصري، اللهجة المصرية خفيفة كثير اوكي وتخلي كذا في كوميديا حلوة بالعمل. حلو. بس هو موجود بالمصري، بالعربي الفصحى، بالهندي وبالإنجليزي، فكل واحد ممكن يختار اللي يناسبه. حلو. مهم. جلين كين اللي هو ورا اعمال علاء الدين بوكاهانتس. وكهانتس هو اللي ورا هذا العمل. مهم. ف هو اللي رسم الكاركترز. انجلش مهم. بالنسبه لي، بالانجليزي انا دخل مزاج. بص صاروخي الجامد. لا هدي السرعة شوية، عندك فرامل فضائية يا ريت نستعملها. خوذة فين؟ بسرعة يلا. ايه رأيك تساعدينا نعمل بسكوت القمر النهاردة؟ بجد؟ جه الوقت اللي تتعلمي فيه ازاي بنعمل بسكوت القمر الخاص بعيلتنا. الان حنشوف لقاء حصري في برنامج فيلتر لكلين كين. نرجع له. بسكوت القمر اهو ورباط ارنوبه اهو. وارنوبه. اهي. عندنا ضيوف النهارده فما تتاخريش. أطير لبعيد، لو ليا جناح كنت أقدر This is your first animated film as a director, of course, after the award-winning short film Dear Basketball. What attracted you to make this movie? What is so special about Over the Moon that you wanted to make? Well, I always relate to the main character. They are the vehicle that we are about to go on this ride. In their skin, we see the story through their eyes, feel it through their heart. And in reading Audrey Wells' script, it was so beautiful, so emotional, and dealing with real deep issues. Did you decide to make this movie in 3D or 2D? Like, did you choose between 3D and 2D, or this made to be a 3D movie? Well, it was given to me as a freedom of choice, how I wanted to do it. Netflix is an incredibly liberating company in terms of giving you whatever you need to tell the story the way you want to do it. I've seen in the beginning of the movie, there was the 2D scene of the moon goddess with her man. It makes us feel like we really want to see something in 2D, because you know it's have been like since 2009 since we've seen an animated feature in 2D. Do you think the era of the 2D movies has ended, or it might come back? Maybe by watching a prequel of this movie. It's about the moon goddess. Maybe it will be in 2D or something. Do you think there's a possibility to have a 2D movie in the future? Well, thank you for desiring to see
hand-drawn. I really believe that there is a great future for hand-drawn. I personally want to do more hand-drawn myself. I just feel like hand-drawn can become so much more than it's been in the past. Dear Basketball was an expressive way of drawing that that allowed you to keep the original animator's line, as I've said, that it's like a seismograph of your soul. And the animation that I did in this film was hand-drawn of the scarf and Chang'e and Houyi. That's my original drawings there that's not cleaned up. And it was such a joy to be able to do that. I knew reading the script, I was like, I'm going to do this part. Yeah. Of course, it was the last thing that was done. I'm such a procrastinator. It was the last shot approved. We are glad you did that. Thank you very much. Thank you. It's an amazing movie. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate your questions and your desire for seeing more 2D films. Thank you. Thank you very much. Thank you. رجعنا من مقابلة كلين كين، راح تكون في مسابقة أو لعبة احنا نلعبها أنا وأنتي. اوكي. فنشوف مين يفهم في الموفيز أكثر ومين يعرف موفيز أكثر. هو أنت، أنا بالأسامي شوي أضيع، بس أعرف الأحداث أنا والديتيلز. الأسامي بجهة وأنا بجهة، بس أنا بحب المنافسة، فأنا متأكد راح أجلدك. بيل كيل؟ نو؟ لا كيل بيل. لا، مو هو. على كده مستحيل أعرف شيء زي كده. إن فاكت أحط 1000 ريال لواحد في السعودية يعرف. لا في كثير يعرف، في كثير يعرف. لا ما أعرف. ما أبداً. ما حتهم. مستحيل. إيش الفيلم؟ صار عندي فضول. مين؟ أوه ناتالي هذه صح؟ بورتمان صح؟ الممثلة. بس لا مو ظلم، أنت المفروض تحط هذه. هذا الصح، البوستر تحط هذا عشان نعرف إنه في فور فنتيرا يعني. وشو هذا؟ في فور اوكي. كأنه 007 لحظة. فاست اند فيوريوس؟ المشكلة مو شايف ترى. ها؟ سيارة في فوق مسدس. ميشن امبوسيبل؟ أنا مو شايف، أنا شايف أزرق وسيارة وشخص في النص. ترانسفورمر 3. هو مكتوب. أنا نظري ضعيف، أنا ألبس نظارات. ما أعرف. أنا كمان لازم. هذا حق شو اسمه الممثل البريطاني. ترانسبورتر 3. ترانسبورتر. أنا قلتها أول. أنا قلت ترانسفورمر. والله نظر ضعيف يا الله. أنا أول. مو شايف شيء. مولان. كيف عرفت إنه مولان؟ أعرفها. لا هي عندها ادفانتج، نظرها اقوى مني. لا احتاج نظاره والله، بس مولان عرفت من خصل الشعر والسيف. انا كانه صوره انمي كذا. ما هو خلاص اتس فاين. 2-0. مو واضح. تو بلاك. كول. لا استعجل، خلينا نشوف اللي بعده. ايش هذا مو واضح ذا. في شيء بلاك، صوره سوداء. والله انا موفي وباب لا ما لحظة. So. No. Daughter. Go. But. I don't know where you. I don't know where you are. صح؟ ايش اسمه الممثل؟ I will find you and I will kill you. I know what you did last summer. لا اديني الحرف الأول. تي. تي. تيك توك. Taken. I said it first. 3-1. ما عرفت Taken. 3-1. اوكي. Taken. Deadpool. Game of Thrones. No. لحظة أعرف هذا. أنا عاجبني في الصور دي No, assumption. wait. مش تحمست. الحماس إنه متوقعين هنعرف كل الصورة. لا أعرفه. غششني بليز. شيء له دخل في مارفل ودي سي. هاري بوتر. قلت أنا هذا الخشم الرايح هاري بوتر. هذا اللي حق البحر هذا. دمبل. الحرف الأول. دمبلدور.
هاري بوتر خلصنا. جاوبت انت؟ دقيقة انت قايل لي دي سي. اوه انا لسه قاعد. 4-1. اوف كيف هاري بوتر ذس؟ ما هو هاري بوتر. هذا الشرير اللي على اليمين. ليش كيف إنه قاعدين شوهنا الفيلم اللي بعده؟ اوه what is this؟ لا ما حتعرف لا 4-1 ما حتعرف. افنجرز ذا اند جيم. طيب ايش هي اصلا؟ ثور ذا هولك سبايدر مان. يهو ما هو ثور ولا سبايدر مان ولا ذا هولك. ايرون مان. وشو؟ ليش يغششوك ما يغششوني؟ What? It's a Marvel. I've said every Marvel movie. American Captain America. كابتن. أنا اللي غششتك. لا. ولا كلمة. لا. ولا كلمة. أنا أعطيك اسم الدولة. لا. 5. كابتن أمريكا. 5-1. تخيلي بالله كابتن أمريكا. خلاص 5-2. حاطي نفسي درجة وأنت يلا. درجة. مولان. أكيد ما حطوها مرتين. إيش هذا؟ يستحال تبغى لي انا موفي كلتشر انا عشان اجاوب على الاسئله هذه. يمكن لو حطيت انمي حجاوب عليهم كلهم يمكن. بس دقيقه هذه مو واضحه ابدا. That could be any movie. لا. اوه دافنشي كود. دافنشي كود؟ ما ادري شفت الصوره اللي وراها لا قلت طبعاً ممكن. لا اعرفه هذاك كثير. توم هانكس. لا هذا توم هانكس؟ لا دافنشي كود حق توم هانكس مش هذا. بس هذا مبين شيء ما مستحيل. شيء ياباني صح؟ مستحيل اخمن الشيء هذا. كوريا. شيء ريسنت. هوم ألون. اكشن موفي. إنولا هولمز. والله لو ينطق راسي ما حخمن الشيء ده. بس كانت ربطة شعرها مع هذا الفستان بالمشهد. ليه هنا سوري ديتيلز. اوكي يا عمي ادوها الاجابات قبل الحلقه يهو بريكنج باد. كمان خلاص اوكي تستاهل. ترى الفكره عارفها كلها بس بمشي. ها قالوا لي مشي لها. سكتة تحفظ. بريكنج باد. خلاص لا. مين فاز؟ انا طبعا. انا صح. Alright, congratulations. Thank you. بعضا مما لدي. اعطيتك فرصة 2. Ladies and gentlemen في الختام وقبل ما نختم هذه المقابلة العظيمة أنا مرة استمتعت. وأنا كمان. كانت فيها كلام ونقاط وأتمنى إنه يودي لمقابلة سبيسيفيكس بعدين. يبغى لنا بس انبسطت كثير وبعدين حبيت إنه تكلمنا عن شيء كذا مختلف عن المواضيع اللي بالعادة اللقاءات يتكلموا عنها. كشري. خلاص فن. إيش أعمالك القادمة الأعمال الجاية؟ في مفروض إن شاء الله مسلسل من 10 حلقات. ليتلي صار في كثير المسلسلات توجهت لموضوع 10 حلقات 15 حلقة. هذا العمل مختلف شوية لأنه راح يكون عربي نوعا ما. راح يتصور في لبنان والقصة فيها شوية تشويق. ما هو رعب تشويق. أوكي. راح أخذ رأيك بعد ما ينزل. أي إذا محتاجين العمل على اليوتيوب. حديك رأيي بكل صراحة إذا محتاجين برضو نكسترا أكتر أنا موجود. أنت عارف أنا أمثل كويس. الموضوع بس أنا متفائلة بهذا العمل لأنه مختلف. وبعد كذا إن شاء الله مفروض في عمل لرمضان بس لسه ما تم الاستقرار على إيش. عندي كذا نص قاعدة أقرأ وزي ما قلت لك فهذا العين لما تتعود على أعمال بمستوى معين يصير إحباط لما يجيك أي عمل أو أي نص بمستوى شوية أنزل. فإن شاء الله يا رب خير. الأعمال تأثرت مع كورونا؟ أوف كورس كل شيء تأثر. وقفنا تصوير بس الحين راجعين بس راجعين يعني قوانين معينة في موقع التصوير. أسيل مشكورة جدا على هذه المقابلة الرائعة. انبسطت معك. وجماعة الخير لا تنسوا الاشتراك وسبسكرايب واللايك وفجروا تعليقات وآراءكم وش حبيتوا وش ما حبيتوا. لا بس حتى تصير الحلقات برنامج فيلتر تصير أحسن وأحسن وأشياء رهيبة في المستقبل. أسيل فهد we're out. باي.